السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة قرروا ان هم لا هياكلوا سمك ولا هياكلوا طبيخ ولا هياكلوا اي حاجة من دول. طب عايزين ايه؟ قالوا عايزين برجر وعايزين بانيه وبطاطس محمرة ومكرونة. فانا النهارده قررت ان انا ادلعهم، لان احنا طبعا لسه في اول رمضان، علشان لما اعمل لهم تقشف ما يبقوش يقولوا لا. فالنهارده عملت لهم برجر فراخ وبرجر لحمه وبانيه بطاطس محمره ومكرونه. بس طبعا المكرونه والسلطات والحاجات دي هم خدوها وطلعوا بيها. وكمان خدوا برجر الفراخ، اكتشفته بقى وانا بعمل الفيديو، خدوه بره بره وانا نسيت ان انا ارصه على الصينيه من كتر ما هم جعانين، والاذان خلاص كان فاضل عليه اقل من دقيقه. فاكتشفت وانا بمنتج ان انا مش رصه. بس هتلاقي طريقه عمل البرجر الفراخ موجوده في الفيديو، بس هو الرصه بس اللي مش موجوده. بصوا شايفين البرجر شكله تحفه وحجمه تخين ازاي؟ هنعمل احلى برجر وهتاكلي اطعم برجر من ايدك يا ست الكل. يلا بينا نشوف مع بعض طريقه التحضير. انا هنا بعمل كيلو من صدور الفراخ، علشان لو اتبقى حاجه اشيلها في الفريزر تنفعني اي يوم. في ايام كده بيبقى فيها حد مثلا عامله سمك يقول لي لا احنا عايزين ناكل حاجه تانية، فطلع كده برجر واعمله لهم. معايا كيلو من صدور الفراخ، او ممكن وراك وصدور زي ما يكون متاح عندك. انا كان عندي صدور، فاخدت الصدور كده قطعتها مكعبات وحطيتها في الكبه. معايا البقسماط ده حلو جدا، لو لقيتيه في اي سوبر ماركت او اي هايبر جيبيه، اسمه ايزي كوك، حلو جدا جدا. حطيت منه كوبايه الا ربع على الكيلو. عايزه تزودي وتخليها كوبايه كامله براحتك، انا بصراحه بحط كوبايه الا ربع. دي خلطه البرجر من نكهه الشام، حلوه قوي قوي، طعمها تحفه. هنحط الكيس كله على الكيلو، الكيس كله على الكيلو، نص كيلو هتحطي نص الكيس. هنحط مكعبين من المرق، وهنضيف ملح وفلفل اسود بس. هو ده كده التوابل بتاعه البرجر. الكيس ده غني عن كل حاجه. ما تزوديش الملح، لان كيس التوابل فيه ملح والمرقه طبعا فيها ملح، فحطي ملح بسيط. طبعا انا كنت هنا مشغله التليفون التاني الناحيه التانية، قاعده بسلي صيامي، فما تشغلوش بالكم. هنا ضربت بقى خلاص البانيه، او ضربت صدور الفراخ لغايه ما بقت مفرومه كده وحلوه معايا. هسيبها بقى ترتاح وادخلها التلاجة. هنا بقى معايا كيلو من اللحمه المفرومه، برضو هضيف عليه كوبايه الا ربع من البقسماط، وكيس التوابل اللي هو خلطه البرجر من نكهه الشام. طعمها حلو قوي وحلوه جدا جدا، وبتديكي النتيجه بتاعت البرجر اللي بتاكليه من بره. ضفت رشة ملح بسيطة وشوية فلفل اسود ومكعبين من المرق. وهنا باكد عليكي تاني بقولك ما تزوديش الملح، لان التوابل دي فيها ملح والمرقة كمان فيها ملح، عشان ما تطلعش الحاجة فيها ملح كتير معاكي. اظبطي الملح بتاعك، حطي رشة صغيرة ودوقي. طبعا احنا مش هنعرف ندوق حاجة علشان احنا صيام وكده، فمش هنعرف نتذوق يعني اي حاجة. انا لما بكون مش صايمه بسوي حته صغيره كده على النار وادوقها قبل ما اعمل اي حاجه. سمغتها بقى كده كويس جدا، وهنا هتاكلي احلى برجر لحمه واحلى برجر فراخ. مش هيبقى قالب على كفته، مش هيبقى قالب على طعم الكفته والكبيبه والحاجات دي كلها، لا هتحسي ان انت بتاكلي برجر بجد. الكيس ده بجد تحفه، هو او خلطه البرجر من ماجي برضو حلوه قوي. هنا انا علشان ما عنديش مكبس فبحط بين كيسين كده، وببتدي ان انا بالفخاره دي علشان حجمها حلو مقاس البرجرايه كده، ببتدي ان انا اضغط عليها واطلع البرجرايه، بتطلع معايا بمنتهى السهوله اهي، وبيبقى حجمها حلو كده على قد الفخاره دي. اي حاجه كده بسويها، وبصوا بقى شكلها وحجمها حلو. لما بتقل شويه فبتضم بيبقى تخنها حلو، بيبقى تخن البرجرايه حلوه. عايزه تعملي بقى الخطوط بالسكينه، ما عندكيش بقى طبعا المكبس وعايزه تعملي نفس الخطوط اللي بتبقى في المكبس بالسكينه، اعمليها اهو كده. عايزه توسعي وسعي، عايزه تضيقي ضيقي. اهو الخطوط اللي بتبقى ايه في المكبس. بس كده عملناها بمنتهى السهوله. نفس الكلام هعمل برجر الفراخ برضو، هشكله ما بين الكيسين كده. تمام. طبعا انا شكلت مع نفسي علشان ايه الوقت وكده. انا طبعا خدت الكميه، هقولك طلعت معايا قد ايه. بصوا هنا حطيت شويه زيت صغيرين جدا، يعني معلقه زيت، ونزلت ببرجر الفراخ شويتها على الناحيتين، ونفس الكلام نزلت ببرجر اللحمه ورصيتهم كده في الطبق لحد ما نيجي ايه نخلص. طبعا هم خدوا برجر الفراخ ده طلعوا بيه على الترابيزه، نسوني ان انا ارصه لكم، بس الحمد لله ان الطريقه موجوده. تمام كده. هنا بقى هنتبل البانيه معانا بصلتين صغيرين، لو بصلايه واحده بس، لو انت هتعملي بصلايه كبيره.
وهضربهم بقى كده. وانا كنت محتاجة هنا بصل تاني علشان كنت هتبل حاجة تانية وهركنها في التلاجة اشيلها في الفريزر. فخدت كده ايه شوية من البصل هركنهم على جنب دول لحاجة تانية خالص. وهضيف هنا بقى ايه قرن الفلفل والطماطميتين دول عشان نتبل البانيه. هنزل كده، ده كيس مرقه الفوريه من كنور، هنزل بنصه ونصه التاني هحطه على البصلايه اللي انا محتاجه لها الحاجه التانية اللي قلت لكم عليها. هضيف ملح وفلفل اسود بس كده، هو ده اللي انا هضيفه لتتبيله الايه البانيه. معلش انا اسفه. وحطيت رشه الفلفل الاسود هنا وهنا علشان طبعا ايه نتبل بقى البانيه. هنتبل بقى البانيه، ضربتهم بقى كويس جدا وهتبل البانيه واسيبه في التتبيله دي. خدي بقى وقتك براحتك، يعني الوقت اللي تحبيه. قبل الاذان كده بساعه بطلعه بقى علشان ايه اعفره طبعا في الكفر، واعمل له الكفر وبعد كده ادخله بقى احطه بقى اقليه. هنا معايا بقسماط ومعايا فيجيتار متبل، بجيبه من عند العطار كده بالكيلو او بالربع كيلو زي ما تحبي. يعني انا بجيب طبعا ربع ربع، مش بجيب اكتر من كده. ومعايا دقيق ومعايا معلقتين من النشا، وده كيس خلطة التوابل البطاطس بيودي البانيه في حتة تانية. خلطة التوابل للبطاطس بتبقى تحفة. الطريقة دي من غير بيض يا جماعة، وبتبقى حلوة قوي قوي. جربيها هتعجبك. رشيت بس كده رشة منه، وهقلب بقى كل ده مع بعض. وطبعا البقسماط اللي هو الفيجيتار المتبل ده فيه طعم وفيه تتبيلة، قلبت كله على بعضه فاداله كله نفس الطعم. هنا معايا مية ساقعة خالص، مية ساقعة كده يعني من الفريزر. تمام. حطيت عليها بقية خلطة البطاطس اللي هو الكيس بتاع خلطة البطاطس، وحطيت رشة ملح ورشة فلفل اسود علشان التتبيلة دي تبقى كده ايه. الكفر اللي احنا هنحطه هو الدقيق والخلطة اللي هي البقسماط اللي ورا ده. هننزل بقى هنا الاول. بص انا هنا نقلت في علبة علشان بتسهل عليا الموضوع. هحط بقى البانيه كده اغلفه بالدقيق. عندك اي علبة حطي فيها الدقيق واغلفه كده بالدقيق وارج بقى العلبة. بصوا كل ايدك مش هتتوسخ والدنيا حواليكي كمان مش هتتبهدل. والحركة دي عملتها كمان في السمك، بس انا ببقى عندي علبتين، علبة خاصة بالسمك وعلبة خاصة للبانيه والحاجات دي. هنزل بقى في التتبيلة دي بديل البيض. الناس اللي ما بتحبش البيض وعندها حساسية من البيض، وهيبقى الكفر معاكي مسك وجميل زي ما شفتيه كده في الفيديو. وهروح على البقسماط والتوابل اللي فيها النشا والدقيق والبقسماط اللي هو التاني ده اللي بيبقى مفيهوش توابل. الخلطة اللي انا يعني عملتها كلها تتبيلة كده على بعضها. هعفره بقى كده. هنا نفس الكلام، هاخد من اللي متغلف بالدقيق اروح على الخلطة دي تاني. هرجع اقولك دي عبارة عن مية ساقعة عليها كيس التوابل بتاع البطاطس اللي هو بيبقى جاهز ده، عليها رشة ملح صغيرة ورشة فلفل اسود بس كده. وهروح اغلفها، هنزل بيها هنا القطعة بعد ما تتحط في الدقيق اروح بيها على المية دي واغلفها كده. الناس بقى اللي بتحب بيض دي في بيض براحتك. انا عندي في ناس ما بيحبوش البيض بصراحة، فبعمل لهم اللي بيحبوه. نزلت كده، وطبعا كنت بعمل بالبيض يعني ما فيش مشكلة عندي، بس في ناس عندي ما بترضاش تاكله. فبعمل الطريقة دي وبتدي نتيجة تحفة. ودوقي طعم البانيه هيبقى معاكي هايل. وبغلفه كده اهو بالشكل ده بمنتهى السهولة. مش بتبهدلي بقى المكان حواليكي ولا بتعملي اي بهدلة، لان الدقيق انت حاطاه في العلبة دي بيسهل عليكي المأمورية. اهو كده هناخد، بصوا هننزل منه شوية كده من التتبيلة اللي عليه دي، هننفضه كده ونروح بيه على الدقيق. وبيسهل معاكي خالص، بيخلي معاكي الدنيا زي الفل حواليكي، ما بيبقاش بقى كلكعة وبهدلة حوالين منك. اهو كده. وهروح انا بقى اكرر الموضوع، اعمل بقى كده في التتبيلة دي علشان نحط بقى الكفر الاخير وبس كده. ونروح بقى بعد كده نقلي على طول في زيت غزير كده وسخن كده، ما يبقاش بارد علشان الكفر ما يفكش. عايزه تدخليه التلاجة شويه دخليه. انا بصراحه يعني دخلته التلاجة شويه وبعد كده طلعت قليت علشان كان عندي وقت طبعا وكان لسه الاذان. طلعت قليت في زيت غزير كده ويكون زيت سخن علشان الكفر ما يفكش.
هنقليه بقى كده وخلاص. هنا عملنا، بس انا طبعا كان في مكرونه خدوها بقى ودوها على الترابيزه. عملنا بقى كده الاكل بتاعنا، البرجر الفراخ وبرجر اللحمه والبانيه، وعملت لكم طريقه البرجر الفراخ وبرجر اللحمه. وانا حبيت ان انا ارصه لهم كده على الصينيه. كان نفسي ارص معاه كمان برجر الفراخ، بس انا مش عارفه، وقت الاذان اتلهوجت وكنا بنغرف بقى وكده وبعمل سلطه وحاجات وعصير وكده، فاتلهوجت نسيت. وانا بمنتج الفيديو اكتشفت ان انا ما رصيتوش، بس الحمد لله ان الطريقه موجوده، وان انا المقاطع بتاعه البرجر الفراخ موجوده. بصوا حجم البرجريه عامل ازاي، طعمها بقى كمان يا جماعه تحفه. يعني لا ياخد قطعه مع قطعه بانيه مع قطعه برجر فراخ، شويه بطاطس وشويه المكرونه، شبع والحمد لله. يعني بجد تحفه. جربوا اعملوه كده وتغيير في الفطار. يا رب الفيديو يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش في لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.